لو رحت سألت اي حد كبير هو احنا بنروح المدرسة ليه، هتلاقيه بيرد عليك رد فارغ جدا، اللي هو احنا بنروح المدرسة عشان خاطر نتعلم، وبعد ما نتعلم بناخد شهادة ونشتغل من خلال الشهادة دي، ومن خلال الشغل ده احنا هنجيب فلوس نحقق بيها احلامنا ونحقق بيها كل اللي احنا عايزينه. طيب ايه علاقة الكلام ده بقصتنا؟ ايه علاقة الكلام ده بحكايتنا واللي احنا بنحكي فيها؟ وايه علاقة الكلام ده بقصة صاحبك المقتول؟ طيب المدرسة اتعملت علشان خاطر تعلمك ازاي تمشي على القواعد لا اكثر ولا اقل. المدرسة اتعملت علشان خاطر انت تخلص وتشتغل في شركات معينة او في منظمات معينة او حاجات معينة. كل مسؤولية المنظمات دي ان هي تديك جزء معين من الراتب ما ينفعش تطلع عنه، والجزء معين من الراتب ده لا هيعيشك، لا هيخليك تعيش كويس، ولا هيخليك تموت. هو مجرد حاجة كده مش في النص، هو حاجة كده اللي هو ايه، بتخليك عايش. عارف زمان فكرة العبيد يا اسطى، كانوا بيجيبوا العبد كده والعبد ده يشتغل طول اليوم ويأكلوه ويشربوه والدنيا بتاعته تبقى تمام، يعني بس كده، فاهم؟ اللي هو انت تاكل وتشرب وممكن نجوزك. بجد بيجوزوه. عارف ليه بيجوزوه؟ عشان يجيب لهم عبيد اكتر. ما هو انا جايب اتنين عبيد، ولد وبنت، هجوزهم لبعض عشان يجيبوا له ايه، عبيد تاني، يجيبوا له عبيد تاني واشتغل لهم تاني، وبس مقابل ان هم قاعدين عندي باكلهم وبشربهم وبنيمهم. المنظمات اللي عامله المدارس دي اصلا إيه؟ انت هتشوف حته سودة في الفيديو ده، وانا اسف ان انا بوريها لك، بس انا فعلا كان نفسي حد يمسكني في يوم من الايام ويقول لي كده، عشان كنت على الاقل الحق صاحبي، وبعد كده احنا هنخش في حته صاحبي. طيب دلوقتي في شركات كبيرة خالص، الشركات الكبيرة دي بتطلع محصول وبتطلع انتاج، بس الشركات الكبيرة دي علشان خاطر تشتغل محتاجة ناس معينة تكون متعلمة حاجات معينة في الهندسة، متعلمة حاجات معينة في الكمبيوتر، متعلمة حاجات معينة. فالحاجات دي الشركات الكبيرة دي فتحت مدارس علشان خاطر تعلم الناس ازاي تشتغل في شركتها، ومقابل كده يدوم فلوس. الموضوع كبر اكتر لحد ما بقت المدارس عبارة عن حاجة ترندي، الناس كلها المفروض تتعلم، الناس كلها المفروض تشتغل، فالعدد بتاعنا زاد، عدد المتعلمين زاد، فبالتالي الوظائف قلت. فلما الوظائف بتقل، الناس الجشعة اصحاب الشركات بيعملوا ايه؟ بيقللوا الراتب. ليه مثلا؟ لان انا دلوقتي عندي 1000 واحد بيمنتج، في 1000 واحد بيمنتج في مثلا في مدينتي، فانا ممكن اكتب على النت انا عايز او اقول لهم كلهم، اقول لل1000 انا عايز منكم واحد يمنتج لي الفيديو مقابل 100 جنيه. هتبص تروح تلاقي من ال1000 ده مثلا 50 واحد رفع ايده، مع ان 100 جنيه دي قليله قوي لاي حد بيمنتج، وقليله قوي مقارنه بالمجهود المبذول اللي هو بيعمله. طيب نقيس ده بقى لو كان في واحد بس اللي بيمنتج، ورحت انا قلت له انا عايزك تعمل لي فيديو ب 100 جنيه، هتبص تروح تلاقيه بيقول لي لا يا هادي انا اقل فيديو بعمله ب1000 يا صاحبي، فاهم؟ ففي فرق شاسع. لما بتزيد الناس المتعلمه عدد الفرص بيقل، ومش بس بيقل، الناس اللي هم الكبار بتوع الشركات بيزيدوا جشع. ليه؟ لان هم عارفين ان احنا عددنا كبير، عارفين ان احنا ايه، عددنا كبير فشخ، فاهم؟ فاللي هو ايه، اللي هو خلاص انت معلش انا في بتاع حوالي 50,000 طالب، 50,000 انا ما اعرفش ارقام، بس في حوالي اكتر من 50,000 طالب بيتخرج من حقوق كل سنه. فانت بالتالي اي مكتب محاماه كبير زي سوتس اللي احنا بنشوفه كده ونفسنا نشتغل في سوتس، معنا مش هنوصل لحاجه زي كده. سوتس مثلا كده بص هتلاقيه بيقول لك ايه، بيقول لك لا والله انا عايز ناس اشغلهم ب 400 جنيه. بتبص تروح تلاقي لو انا رفضت وقلت لا 400 جنيه دي اهانه، هتبص تروح تلاقي في 5 6 قبلوا، لان ال5 6 دول اساسا اتطحنوا. 5 6 دول جواهم اتربى في عقليتهم طول الوقت وطول السنين اللي هو انا مستحيل اسيب حلمي، مستحيل يكون كل ده وهم، ده انا اشتغلت 16 سنه، ده انا قعدت ادرس 16 سنه، وفي الاخر عشان خاطر 400 جنيه، اكيد 400 جنيه دي بدايه، اكيد هي مش تنتهي كده، وهي بتنتهي كده. وتبقى انت غبي موت لو ما شفتش الناس وصلوا لايه وبرضه ماشي في نفس الطريق اللي هم ماشيين فيه. يعني هم راسمين لك طريق، انت شفت ناس غيرك سلكت الطريق ده وغرقت، شفت ناس وصلت لاخر الطريق ده وضاعت، وبرضه مكملين يمشونا فيه. طيب نرجع تاني لفكره العبيد. زمان العبيد يا باشا كانوا بيجيبوهم، مش بيعذبوهم ولا بيضربوهم، لا زمان كانوا عندهم تفكير يمكن اوعى مننا احنا، بس فاكرين ان العبيد بس الضرب وبس. لا، العبيد ده بيعمل فيه كل حاجه هو عايزها، بس مقابل ان العبيد ده بياكل ويشرب ويتجوز ويفضل بس كده. فالشركات الكبيره دي عملت ايه؟ قالت احنا هنكسب المليارات، احنا الناس هتشتغل عندنا وهتكسب المليارات، بس احنا عايزين عبيد. بس العبيد دول انتهى عصرهم، وجه الاسلام وجات الاديان كلها قعدوا يحرروا في العبيد لحد ما الاسلام حرر العبيد خالص.
فخلاص مفيش عبيد. فاحنا بقى هنعمل ايه؟ نخلق عبيد من الفكرة. بمعنى ايه يا باشا؟ بمعنى ان احنا ممكن نفتح شركات كبيرة تسيطر على كل حاجة في الدنيا، تسيطر على كل شيء في كل الدول، لا استثني اي دولة ايا كانت قيمتها عاملة ايه. فبشكل عام الشركات الكبيرة دي بتعمل ايه يا باشا؟ بتديك راتب، الراتب ده يأكلك ويعيشك وبس وبص تبقى انت جامد موت لو اتجوزت. وكمان عشان خاطر تتجوز محتاج تخش لديون وتخش الحاجات، الديون دي هتخليك ترتبط بالشركة اكتر، وهيخليك تستحمل المدير بتاع الشركة بقى يركبك يفشخك يطلع ميتينك يمسح بيك البلاط، بس انت ايه؟ ملتزم بديون عشان خاطر تتجوز السنيورة اللي انت عايز تتجوزها اللي انت بتحبها بقى، اللي هو في قصة حب وقصة لافلي اللي هنبقى نتكلم عن الحوارات دي فيك. قصه حب ولافلي مع البنت دي، فانت ايه عشان خاطرها بقى تنزل تتعذب وتنزل تشتغل شغلانتين، تشتغل كاشير في حته وتشتغل في حته تانية، واصحاب المحلات هم اللي بيكسبوا الملايين وهم اللي بيكسبوا الدولارات، بس انت واخد اللي يخليك تعيش فقط. هم عملوا نظام العبيد بس علينا احنا، عملوا فكره العبيد بس بقى ايه؟ بحريه. ومين اللي حصل بقى يا باشا؟ كتره العبوديه بتزود عبوديه. بمعنى ايه؟ انا عارف ان الكلام اللي هقوله جاي بقى صعب قوي، صعب. طيب الراجل اللي كان عبد كان من كتر ما هو بيتعامل ان هو عبد وبيتعامل ان هو مذلول، وهو طول الوقت عارف ان هو عبد، وعارف ان مراته دي عبده، وعارف ان مراته دي ممكن تتاخد تتركب، يعني عارف اللي هو ايه؟ اللي هو لو الراجل المالك ليا وليها عايز يركبها خلاص هياخدها والله العظيم يركبها ويعمل فيها اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت عيال اللي هجيبهم هم برضو هيبقوا عبيد، وبرضو هيتفشخوا، وبرضو هيعيشوا حياتهم كلها عبيد. فبيتربى جوه الشخص مش غضب تجاه المالك واللي هو بقى انا همسكه بقى افشخه واخد حقي منه واكون حر واروح اشتغل واروح انا احفر في الصخر واروح انا مثلا ازرع ولا اروح اعمل اي حاجه ولا اروح اقوي عضلاتي واقوي جسمي واروح اسيطر على مدينه او اسيطر على دوله. لا خالص، هو بيتربى جواه ان هو عبد اكتر، بيتربى جواه ان هو نخع اكتر، بيتربى جواه ان هو يبقى ذليل وكلب اكتر. فعشان كده تبص الاهالي تلاقيهم بيجوا يقولوا لك ايه؟ لا كمل في مسار العبوديه، لا اوعى تسيب الكليه بتاعتك. تسيب الكليه بتاعتك ليه؟ لا ليه يا اخي؟ لا ده انت ممكن تبقى وكيل نيابه. يعني لو انت زي مثلا في حقوق اللي هو ممكن وانت عارف انت عارف وهو عارف واللي بيتفرج علينا عارف ان انا مش هبقى وكيل نيابه، وان عشان ابقى وكيل نيابه انا محتاج حاجات تانية اكتر بكتير خالص من اللي انا حصل. وحتى لو يا سيدي انا لو بقيت وكيل نيابه فانا في 100,000 تاني غيري مش وكلاء نيابه. فانت فاهم انا بكلمك في ايه؟ فبالتالي انا فرصه ان انا احصل على شيء قليله جدا يا باشا. لا انت بتلاقي العبوديه بقى ايه؟ هم عايزين يبقوا عبيد اكتر. فبتلاقي ان حتى اهل بيتك مش مقتنعين ان هم ممكن يبقوا حاجه. العبيد زمان من كتر السيطره عليهم ومن كتر ما هم بينفذوا الاوامر ما بيخالفوهاش ايا كانت الاوامر دي ايه، ايا كانت ايه، ما بيفكروش في اي حاجه. عارف بيتربى جواهم احساس ان هم لا يستحقوا اي خير في الدنيا، ان هم ما يستحقوش اي حاجه، ان هم لا يستحقوا الحب من ناس حلوه، لا يستحقوا الفلوس، ان الفلوس دي مش ليهم، ان الخير اللي في الدنيا ده مش ليهم. ويطلعوا لهم شيوخ ورجال دين من كل دين ومن كل طائفه يحاولوا يبينوا لهم ان انتوا فعلا ما تستحقوش الخير ده. فيتربوا عبيد اكتر ويقتنعوا اكتر وتتربى جواهم غرائز اكتر ويتزنقوا في ديون اكتر عشان يتجوزوا بعض وبيطلعوا ميتين بعض وبيطلع لهم افلام ومسلسلات. وحتى الناس اللي بتنصحهم بشكل غلط يفضل يقول لك احلم 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 احلم. عارف اللي هو ايه؟ حطوا لك فخوخ في كل حته لدرجه ان انت لما تعوز تتطور ولما تعوز تتحسن في شيء معين تبص تروح تلاقي ايه؟ بيطلع لك خوازيق من كل حته. تبص تتفرج كده اول حاجه كده على التنميه البشريه، زي ما انا كده كنت اتفرج على اول واحد كده في التنميه البشريه، طلع كلامه كله غلط، كلامه كله غير ارض الواقع خالص. قاعد يقول لك لا الدنيا سهله والدنيا بسيطه والدنيا حلوه، ولما نزلت لقيت الدنيا صعبه قعدت اكتئب في البيت بسببه. يعني عارف اللي هو الحلو فيه ان هو نزلني الدنيا بس، فاهم؟ بس هو برضو منظم. تسمع كلام الشيوخ يقولوا لك ايه؟ يقول لك اللي هو لا احنا الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب500 عام، وده حديث صحيح. يعني
طب انت ليه بتقول لي كده؟ طب انت عايزني ابقى فقير؟ طب يا سيدي بص، انا عايز اخش بعد الفقراء لو هو حديث صحيح، بس انا اشك في صحه هذا الحديث، بس ماشي، تخيل معايا ان الحديث صحيح. طب انا عايز اخش بعد الفقراء ب 500 عام، بس عايز ابقى غني. لا بس هو ازاي؟ هو لازم يعظم لك الفقر، ولازم يجيب لك احاديث بتعظم في اجر الفقير وبتعظم في بتاع، ويفضل يقول لك الفقر مش عيب والشغل مش عيب. الشغل اوسخ عيب، الفقر احقر واوسخ وانجس عيب. هما طول الوقت بيربوا لك جوالك كده. انت لما عيالك تبقى فقراء، ولما ولدك يروح، اقسم بالله يعني ولدك لما يحبوا بنت وللاسف هو معهوش اللبس اللي يعجبها بيه، مش قادر يظبط شكله، مش قادر يروح حتى اشتراك جيم. يعني هو حتى اشتراك الجيم ما كانش قادر يروح. يعني عارف اللي هو ايه؟ طب ما دي حقارة. لما ولدك يبقى نفسه في حاجة، لا خلاص هو متسيستم من وهو صغير ان هو في حاجات معينة يشتريها وحاجات معينة تانية لا، حاجات معينة لا حرام، دي ما ينفعش نشتريها، ده حاجات غالية قوي. الفقر اوسخ عيب، فقر انجس عيب، فقر احقر عيب. الفقر اوسخ واحقر عيب. عندك دماغ وعندك عقل، بس انا بحكي لك وبقول لك بصراحة ربنا ان العبيد للاسف اتربوا جواهم ان هم عبيد، وان الخير هم ما يستحقوهوش. فبالنسبة لهم اي فلوس عالية، اي فلوس كتيرة دي مش لينا، اي حاجة بتيجي كده لا ده حرام، لان هم اتسيستموا على كده. هم بيفتحوا التلفزيون يلاقوا رجال الدين بيتكلموا في كده، يلاقوا الناس اللي بيتكلموا في التنمية البشرية بتوجههم غلط، عشان عارف هو ايه؟ هو الشيطان هنا حاطط لك في كل ركن حاجة تمنعك من انك انت تخرج من الصندوق. وده اللي انت بقى هتتعلمه معايا في القناة، واللي هتتعلمه بالذات في السلسلة بتاعت صاحب المقتول اللي هو اتقتل، اللي انا كان نفسي فعلا الحقه، وكان نفسي فعلا اكون عارف المعلومات اللي انا عرفتها متاخر دي واقول له عليها. عشان كده انا بقول لك كلام انا عارف اللي هو ايه، بجيبها لك على بلاط، بجيب لك من ناحيه. العبيد بيتربى جواهم انهم عبيد اكتر، فتبص تروح تلاقي اهالينا ايه؟ عشان هم متربيين على كده، لا لازم تروح الكليه، لا لازم تذاكر من وانت في المدرسه، تخش المدرسه وتلاقيهم بيهنوك في المدرسه، فلا عشان بيهنوك عشان تتعلم، عشان انت فاشل. وانا فاشل ازاي وانا ما اخترتش حاجه اساسا؟ انا مره واحده كده لقيتني في دايره. فاشل ازاي؟ بعدين المدرس ده بيضربني ليه؟ ده المدرسين كلهم لما كانوا بيضربوني والله العظيم واشهد الله على كلامي 99% من الضرب اللي اتضربته في المدرسه والله العظيم 3 ما كان ليه لازمه. واني اقسم بالله لو كان مدرس جه مسكني وقال لي مثلا يا ابني اعمل كذا، ولا يا ابني تعالى نتكلم في كذا، تعالى في كذا، تقريبا حتى الحاجات اللي يعني ما كنتش مثلا بغيظه او بستفزه، لا انت كنت بتبقى قاعد عادي، مثلا تطلع كوبايه ميه تشرب، ولا طلع ازازه تشرب، انت بتشرب في الحصه تلاقيه اتجنن. ليه؟ لان هو متربي على كده. هو طول الوقت ربنا خلقنا بقدرات ابداعيه مهوله. لو انت اتسبت لوحدك، يعني انت لو اتسبت لوحدك كده في مدينه هتلاقي نفسك انطلقت، وهتلاقي نفسك عملت، وهتلاقي نفسك سويت، بس انت مكبد بحاجات من ساعه ما اتولدت. انت لازم تنزل تروح المدرسه، بعد ما تخلص المدرسه مش عارف تحل الواجب في البيت، بعد كده تلاقي نفسك ان الحاجات دي ملهاش لازمه، وبتذاكر طول الوقت حاجات ما بتحبهاش، طول الوقت عقلك وجسمك بيقولوا لك احنا مش قابلين الكلام ده، احنا الكلام ده مش تبعنا. طول الوقت ربنا عمال يبعت لنا رسائل ان الحاجات دي غلط، اللي احنا بنعمله ده غلط، اللي بنعمله ده بشاعة وقرف. لازم نمشي في طرق احنا بنحبها، لازم مش شغف لا فكك، مش شغف والحوارات دي بتكلم عنه بعدين، بس تمسك مجال انت بتحبه، تمسكه تجيبه لاخره كتعليم عادي خارج نطاق الدراسة اللي هو بيفرض عليك انت تتعلم ايه. في فرق، زي ما انا مثلا كده بتعلم جرافيكس وبتعلم سينما وبتعلم حاجات فاهم ليها علاقه بالمونتاج، ليها علاقه بالتصوير، ليها علاقه بالتمثيل، ليها علاقه بالكلام قدام الكاميرا، كل الحاجات دي انا عمال بتعلمها. فبشكل عام عارف اللي هو ايه، دي انا بجيبها لاخرها، ودي خلاص بقت رزقي واكل عيشي ودنيتي وكل حاجه، بقيت حاططها في النقطه دي وبدات اعمل منها فلوس، وهحكي لك انا بدات اعمل منها فلوس ازاي، وهبتدي احكي لك بكام زي ما انا حكيت لك في الفيديوهات اللي قبل كده. فانت بشكل عام محطوط في ركن اللي هو هم عبيد وعايزينك تبقى عبيد اكتر، وبيجروك لكده. لا بالعكس، انت لو قررت تخرج في مره من المرات خارج الصندوق وتقول لهم لا مثلا انا مش عايز ابقى كذا، انا عايز اتعلم كوره او عايز اتعلم كذا او شايف نفسي في الحته الفلانيه، هتلاقيهم بيضربوك وبيجبروك انك انت تبقى عبد.
نفس اللي كان بيحصل مع العبيد. العبيد من كتر ما هم مقتنعين جواهم ان هم ما ينفعوش يكونوا غير عبيد، فكانوا عيالهم مثلا لما يجوا الدنيا ويكرهوا الموضوع ده، كان اب بيضرب ولده، اب بيجلد ولده لحد ما ولده يمشي على الطريق ويتعود ويتعلم خلاص ان هو عبد. طيب نخش بقى في قصة صاحبنا عشان انا طولت قوي في النقطة دي ونكمل منها. صاحبي ده لما كان بيروح المدرسة، لما كانوا كلهم متسستمين ان هم كلهم عبيد وكلهم مفيش حد فيهم استثنائي وان كلهم فشلة وكلهم حقرة، فبشكل عام ده ربى جوه العيال فكرة ان ما ينفعش اي حد ينجح. وده وبالتالي عشان مفيش ناس غيرهم وعشان هم اتشاركوا مع بعض في الفشل، فبقوا بيفشلوا بعض اكتر، بقوا مع بعض اكتر واوسخ، بقوا صحاب على الوحشة مش على الحلوة. يعني بقوا ايه بقى؟ تبص تروح تلاقي كل واحد فيهم بيكلم التاني، لا يبقوا مع بعض حلوين طول ما الاتنين فشلة، طول ما الاتنين بيشربوا سجاير، طول ما الاتنين بيتفرجوا على افلام بورنو وافلام اباحيه وسكس وبتاع وخربين الدنيا مع بعض، احنا خلاص مع بعض. بس لو واحد فكر يروح الجيم، هتبص تروح تلاقي الاتنين تلاتة التانيين بيقولوا له انت مش هتوصل لحاجه، انت ازاي تروح جيم وانت ضعيف؟ وهتبص تروح تلاقي واحد منهم مثلا استخدم معلومه عنده يروح يقول له طب انت عارف ان الناس اللي بتروح جيم دي بتاخد حقن ولازم مش عارف يبقى عندها عضلات باي شكل ما وهم صغيرين. صاحبي لما كان بيروح المدرسه عشان هم عبيد كان دايما يتقاله ان انت حقير، ان انت اقل من المعتاد، فاتربى جواهم شعور ان هم لا يستحقوا الحب، لا يستحقوا ان البنات تعجب بيهم كشباب مع بعض، لا يستحقوا خالص، لا يستحقوا اي خير في الدنيا، وان هم مجرد شويه فشله مع بعض، وان هم يعني بيعدوا الدنيا، وهم في جواهم كده اللي هو خلاص احنا اتربينا على احنا خلاص احنا عبيد واتربينا ان احنا عبيد، نخش نتضرب، ما ينفعش نعترض، ما ينفعش تفكر، ما ينفعش تسال المدرس ليه، ما ينفعش تسال على اي شيء خارجي، ما ينفعش تسال في الدين، انت لازم تتبع القواعد وخلاص. لازم لما الصلاه بدات لازم تتدرب عليها على 10، يبقى خلاص تتدرب عليها على 10 من غير ما تتعلم يعني ايه صلاه، من غير ما تتعلم يعني ايه صله بينك وبين الله، من غير ما تتعلم يعني الصله دي هتفيدك بايه، يعني ان انت تعرف ربنا او تكلمه كل يوم 5 مرات، ايه اللي انت هتستفيد منه؟ محدش علمنا الكلام ده، احنا لقينا نفسنا بنتدرب على 10 سنين. يعني عارف اللي هو ايه صاحبي ده اللي هو خلاص انت جت سن العاشره انت هتتضرب، تمام، تروح المدرسه تتضرب، ترجع البيت تحل الواجب، لو سمعت وانت بتسمع انت عمال تحفظ في حاجه انت مش فاهم، مش فاهم حاجه، انت المهم تحفظ، بتسمع لوالدتك، سمعت حاجه غلط تتضرب، فاهم؟ فلو انت اتربيت ان انت عبد، انت طول الوقت اتربى جواك يا باشا، انت الكلام ده قعدت فيه 10 سنين، انت 10 سنين بيتعمل فيك اكبر جريمه في الدنيا، ان انت بقيت شايف نفسك غير مستحق لاي خير في الدنيا. فبشكل عام لما بتكبر وتبتدي تروح جيم او تبتدي تحقق حلم، بتشوف الحلم ده كبير عليك. يا شباب انتوا وصلتوا للمرحله دي بسبب النقطه دي. انا لما بقعد مع اصحابي لحد دلوقتي اللي هم عندهم 26 سنه وعندهم 30 سنه، والله العظيم لحد النهارده مقتنعين ان هم ما يقدروش يحققوا حاجه، مقتنعين ان البنات اللي هم نفسهم يتجوزوهم لا مش هناخدهم، مع ان الواد بشوفه اقسم بالله يستاهل احسن منها بكتير، بس بلاقيه راح لواحده تانية هو مش حاببها، وبلاقيه راح لحياه هو مش حاببها، بسبب ان هو طول الوقت جواه حاسس انه مش هيقدر يحقق حلمه. احنا ليه بنتعلق باي حد كداب يطلع يقول لنا انتوا قادرين تحققوا حلمكم؟ لانه جه داس على حته جوانا فينا، احنا كلنا من واحنا صغيرين متربيين ان احنا عبيد، احنا متربيين كده للاسف، يعني فاهم اللي هو احنا جايين كده اللي هو انا متربي فاهم ان انا لا لازم اتبع القواعد. انا اللحظه اللي اخترقت فيها القواعد كلها هي اللحظه اللي نجحت فيها، يعني اللحظه اللي انا رميت كل حاجه هي اللحظه اللي نجحت فيها، وهي اللحظه اللي كان فيها صاحبي تاتا، يعني اللحظه اللي صاحبي فيها تاتا اللي انا هحكيها لك واحكي لك بعدين، دي اللحظه اللي انا انطلقت فيها. بس هكمل لك الموضوع، واحلى حاجه ان الحلقات دي انا بنزلها طويل، لان انا عارف كويس خالص ان الحلقات دي ممكن تكون ممله لبعض الناس، لان انا فعلا خايف ان صوتي يوصل بجد. القناه دي لو عملت لي وش في دماغي او عملت لي اي مشاكل في حياتي الحقيقيه انا هحذفها وهحذف الحلقات، مش فارق لي بجد يعني. بس وانا فعلا ممكن اكمل السلسله دي وممكن بعض الناس تستفيد منها وبعد كده احذفها، لان انا من جوايا نار عايز اطلعها، عايز احكيها، عايز اقول لك ايه اللي حصل مع صاحبي، عايز احكي لك حاجات كتير قوي ابينها لك. طيب فصاحبي ده كان كلهم تقريبا كده كلهم مقتنعين ان هم محدش فيهم هيحقق اي حاجه، محدش فيهم هيوصل لاي حاجه، وان اللي بيوصل رسموا لهم حلم اللي هو الطب والصيدله والهندسه والحاجات دي. كان دايما
كان دايما صاحبي ده لما يروح يحكي لوالدته عن الولد اللي هو نفسه يبقى زيه، كانت بتقوله فكك منه، وانت حاول تبقى دكتور، حاول تبقى مهندس، وانت هتبقى حاجه جامده. بدأ طبعا يكبر، بدأت الدنيا بتاعته تكبر، بدأ يحس ان هو ولا في امان من الصحاب ولا في امان من الاهل، لا ده بيعرف يفهمه ولا ده بيعرف يفهمه. لما يروح يتكلم مع ده، يبص يروح يلاقي يتكلم مع اصحابه، يلاقي اصحابه بيستفزوه وبيتحدوه ان هو يقدر يحقق اي حاجه اصلا. يعني مجرد عضلات، لو اي حد اتكل وشرب وكل اكل صحي وشرب ميه كويسه ونام كويس واتدرب كويس، هو فعلا هيعمل عضلات. لا، هم كانوا بيروحوا يتحدون ان انت مش هتقدر تعمل الكلام ده، ان انت مش هتقدر تعمل عضلات. فكان بيحس ان هو مستفز، بيحس ان هو يا ريتني حتى ما قلت لهم ان انا نفسي اعمل عضلات. حتى الحلم بينهم كشباب وبينهم وبين بعض مستحيل. وعشان للاسف هم مكسورين وما لهمش غير بعض، هم قاعدين يسموا في بعض وقاعدين مع بعض كده. ليه؟ ما هو سيستم كامل، سيستم كله خرف، سيستم كله مقرف، لدرجه ان انت في اول اختبار حقيقي بتكتشف قد ايه صاحبك ده خاين. لدرجه ان انت لو اتعرفت على بنت بتبص تروح تلاقي صاحبك ده بيسنب عليه. صاحبك، هي دي الصحوبيه؟ صاحبك بيسنب عليها، صاحبك عايزها. نفس الكلام مع البنات. البنت لما تكتشف ان سبحان الله صاحبتها حبت واحد معفن والله، سرساجي بمكنه، ولا متعلم ولا نيله ولا ليه اي دراء، سرساجي بمكنه، تبص تلاقي الاثنين بيسنببوا على بعض عشان ياخدوهم من بعض ويتخانقوا مع بعض ويطلعوا ميتين ام بعض. يا جدعان ده نقص، ده اتربى جوانا نتيجه ان احنا عبيد، نتيجه ان احنا طول الوقت شايفين ان احنا مش مستحقين لاي حاجه. فلو صاحبي استحق شيء انا بحس ان انا كمان مستحقه. يعني سبحان الله، يعني عارف اللي هو ايه، انا مش مستحق حاجه، صاحبي مش مستحق حاجه، بس صاحبي حقق حاجه، فانا هبص له فيها بغل وبحقد عشان اخدها منه. ليه؟ لان انا حاسس ان انا مش مستحق حاجه، بس طالما هو استحقها يبقى انا استحقها. احنا بينا مرضى يا باشا، انت تستحق وهو يستحق. يا باشا انت تقدر تحقق حاجات وهو يقدر يحقق حاجات، بس عشان هو مش مقتنع من جواه ان هو يقدر يحقق حاجات، فراح قال خلاص انا هحقق الحاجه اللي حققها صاحبي. فسبحان الله بتوصل للحب، اللي هو انا حبيت واحده بلاقي صاحبي حبها. انتوا عبط، احنا معلش احنا مبرشمين. بنت نفس البنات بيحصل معاها نفس النظام، اللي هو انتوا مبرشمين بجد. يا بنتي انتوا كل واحده فيكم تستحق الحب بشكل مختلف، تستحق الحب من شخص مختلف، وتستحقوا انتوا الاثنين ان انتوا تحبوا بعض وان انتوا الاثنين تحسوا بالامان مع بعض. انا اقدر اقول لك ان انا 26 سنه لحد دلوقتي ما لقيتش صاحب واحد احس معاه بالامان، ما لقيتش صاحب واحد بس احكي له بالحاجات دي. حتى صاحبي اللي اتقتل